السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كرة أونلاين. يا جماعة جايب لكم فيديو عمرو أديب مع محامي النادي الأهلي سمير عثمان بيتكلموا عن قضايا ميدو وحبسه وأسباب حبس مرتضى منصور والقضايا الوهمية ضد الخطيب. وما تنسوش معنا اللايك والاشتراك، وآخر الفيديو لينا كلام. مجتمع رياضي، وللأسف احنا مجتمعنا الرياضي ابتدى يخرج بمشاكله عن الرياضة. يعني كانت دايما المشاكل جوه مجتمعنا الرياضي رياضية. الآن وصلنا لمرحلة فكرية سياسية ثقافية قضائية. كابتن أحمد حسام ميدو كتب تويتة بيتكلم على اتنين من الناس اللي منتمين للنادي الاهلي، كابتن اسامه حسني وكابتن جمال جبر، ان هم اخوان وليهم علاقه بالاخوان. وبصراحه انا ما فهمتش ميدو ليه قرر يحط ابو قرش على ابو قرشين. يعني ليه ميدو قرر فجاه انه يعني يهاجم الناس ويقول عليهم اخوان؟ ايه الفكره فجاه؟ وبعدين النهارده اكتشفنا ان هو شال التويتات دي من عنده، ولا مش عارف اذا كانت لسه موجوده ولا لا. معانا الاستاذ محمد عثمان، المحامي بالنقد والمستشار القانوني للنادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو وبكل مشاهدينك الكرام. ايه الحكايه وايه الموضوع؟ يعني هو زي في الملخص اللي سيادتك قلته دلوقتي حالا، احنا فوجئنا يوم 11 الاسبوع اللي فات الكابتن احمد حسام ميدو نشر تويتين ضد استاذ جمال جبر والكابتن اسامه حسني. وعلى فكره طبعا الاثنين كلاهما من الشخصيات المحترمه. يعني لما نتكلم في استاذ جمال جبر 30 سنه في النادي الاهلي مع كل الادارات، الكابتن اسامه حسني طبعا كل المجتمع المصري والرياضي يعرف اسامه حسني جيدا، بيتسم بالخلق والاحترام ومن الجيل الذهبي للنادي الاهلي. هذه التويتات اللي احنا فوجئنا بيها منشوره بهذا الشكل، نشرها بهذه الصيغه يعد جريمه قذف. هي جريمه القذف طبعا انك بتسند شيء لشخص ما، هذا الشيء لو صح اوجب عقابه. الاتهام او الادعاء اللي نسبه احمد حسام ميدو للكابتن اسامه والاستاذ جمال جبر يعتبر جريمه معاقب عليها، لان في قرار بادراج جماعه الاخوان المسلمين كجماعه ارهابيه. ده ورد في الحكم في القضيه 3343 في مستعجل عابدين، وايضا قرار رئيس مجلس الوزراء بادراج الجماعه واعتبار كل من ينتمي اليها من الارهابيين. هذا الكلام طبعا ده هراء لا يستحق الرد، واعتقد ان النادي الاهلي دايما في اطار الحرص على استيفاء حقوقه، حضرتك حط تحت دي 100 خط، احنا لا نلجا الى القانون ولا نتبع اي اساليب اخرى سوى اللجوء للقانون. احنا تقدمنا لمعالي المستشار النائب العام البلاغ، على فكره هو نشر النهارده لكننا تقدمنا بالبلاغ في اليوم التالي لنشره. اليوم التالي لنشره كان مرتبط بمباراه الاهلي والزمالك ايضا. ما نشرناهوش في اليوم دوت، احنا قدمناه في اليوم اللي قبليه لكن لم ننشره في يوم تقديمه لعدم اثاره البلبله او تصدير احتقان بين الجمهورين. طب يعني كابتن ميدو من الوسط الرياضي، يعني وانتوا ناس برضو افاضل في الوسط الرياضي، هو الراجل اتقال ان هو شال التغريدات دي النهارده. يعني مفيش مجال ان الامور تهدى؟ يعني لانه ما يعني يمكن عمل اي موائمه او اي اعتذار مثلا يكتبه ميدو او كده؟ بص يا استاذ عمرو، طالما حصلت النوايا او في تصرف انفعالي صدر بصوره او تم توضيح الامر، اعتقد ان ليس هناك غضاضه في ان لان احنا هو نقبل اي ميدو شيء. يمكن اثاره انه اسامه حسني قال انه الاهلي هيفضل ياخد الدوري 6 سنين قدام. طبعا ممكن الرد يعني دي مكايده، وممكن كان ميدو يرد بمكايده، انما ما كانش المفروض توصل لحكايه الاخوان يعني. طيب خليني اقول لحضرتك بس حاجه سريعه كده. مساله المكايدات او المناقصات الرياضيه والمناوشات دي بينا كلنا كاصدقاء بنعملها وممكن تبقى المساله مقبوله، لكن عايز اقول لحضرتك حاجه. انا استغربت الكلام ده من احمد حسام ميدو لان ده مش اسلوب احمد حسام ميدو. انما خليني اقول لحضرتك بقى حاجه مهمه ودي هتكشف عنها التحقيقات. هناك من كتب لاحمد حسام ميدو هذه التويتات، وبصمه هذا الشخص حضرتك تعلمها جيدا وانا اعلمها جيدا. وحضرتك بتتحدث عن الرياضه وتصديرها للمحاكم. اللي ودى الرياضه للمحاكم خلال 15 20 سنه واحد وهو معروف. التجاوزات في الوسط الرياضي معلومه. في يعني انت مدرسه بتقول للاسف. لي انه مرتضى منصور كتب لميدو التويتات؟
هقول لحضرتك حاجه، في مدرسه للاسف هذه المدرسه هي مدرسه دخيله على الوسط الرياضي اتسمت بقله الادب. ناظر، انا عايز اقول لميدو او غير ميدو، ناظر هذه المدرسه اتحبس والقانون بياخد مجراه معاه وكل يوم متمرمط في محكمه شكل. انا ارجو اي حد ان يخرج على القانون ان يراجع نفسه قبل ان يرتكب هذه الجرائم. اما بالنسبه لميدو، في حاله تقديم ما يرد للناس اعتبارها ويصحح الوضع. يعني ممكن الراجل يكلمهم في التليفون، يكتب تويته فيها اعتذار، بوست حلو. ميدو راجل يعني رياضي وشهم، ممكن يخلص الموضوع. يعني مش عايزين احنا فجأة الرياضة كلها تبقى في المحاكم، ده احنا ما بنخلصش. لا طبعا ما عندناش مشكله في اي ترضيه واي ما شيء يصحح الاوضاع. اعتقد ستكون الامور محل اعاده نظر وكل الامور قابله للتسويه، ما فيش مشكله خالص. معلش، هو سؤال جايز حضرتك تقول لي وانا مالي يعني، هو مش المفروض ميدو علاقته كويسه بكابتن الخطيب؟ طبعا واحنا بنعتز بدوت ونشر الصوره في اكتر من مره، لكن بص احيانا في مثل هذه الامور بيكون في مؤثرات. يعني انت ممكن تقعد يعني مع انا حسيت ان التويته يعني واخده كابتن الخطيب كده كمان بالمره. برضو انا بقول لحضرتك ده مش كلام ميدو، بصمه صاحب هذه الكلمات اللي محفوظه في القاموس بقالها 20 سنه معروف. شخص واحد هو صاحب هذه الجمل والعبارات وهذا الاسلوب. في حاجه في القانون الجنائي اسمها بصمه الجريمه، صاحب هذه الجريمه معلوم للكافه. علوم هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل، وان شاء الله الامور تهدى والامور تبقى كويسه. الاستاذ محمد عثمان المحامي بالنقد والمستشار القانوني النادي الاهلي، كنت عايز بس اسالك سؤال في الاخر في القانون. انا لقيتكم رافعين قضيه على مرتضى منصور فيها ان هو يعني قام مش عارف ايه والازعاج لكابتن محمود الخطيب. الازعاج دي انا اول مره اشوفها كلفظ قانوني، ايه الازعاج ده؟ طيب هو الازعاج دوت موجوده في كل القضايا اللي في المحكمه الاقتصاديه، وفي جريمه في قانون الاتصالات اسمها الازعاج بطريق، عشان برضو الناس تبقى عارفه. في متغيرات في قضايا السب والقذف، المحكمه الاقتصاديه بتختص بنظر اي قضيه سب وقذف ارتكبت بطريق الانترنت. ومرتضى لما اتحبس عشان نشر على حسابه، عشان كده بطل ينشر على حسابه اي شتايم. واتحبس عشان بيعمل مداخلات، ما المداخله برضو بطريق التليفون. فبدأ يجيب بنت تقعد جنبه في النادي فيقول اللي هو عايزه والبنت قاعده، هنا العقاب بيختلف. جريمه الازعاج هي اسمها ازعاج متعمد بطريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي او بطريق التليفون. دي جريمه معاقب عليها بالحبس سنه والحبس فيها وجوبي. لا يعني ايه الازعاج؟ يعني لما يعمل ايه عشان بس ما نزعجش حد؟ لا الازعاج ممكن الناس فاهمه ان مطلوبك الساعه 2 بالليل او الساعه 3 بالليل. لا الازعاج هو ارتكاب اي فعل يضيق به صدر المجني عليه. دي جريمه. يعني جنحه يعني. بالظبط كده. اي فعل يضيق به صدر المجني عليه يعتبر نوع من الازعاج، ودي من الجرائم المستحدثه على فكره عشان الناس تبقى عارفه. طب عايز اسالك سؤال برضو تاني بما انك معانا، برضو حاجات ما فهمتهاش. ماشي. انتوا رافعين قضايا وهو رافع قضايا، احنا ليه ما بنشوفش؟ هو مرتضى. اتفضل. فهو دايما بيسال هو ليه الخطيب ما بيتحاسبش؟ هو ليه الخطيب ما بيتحاكمش؟ هل ما فيش اي قضيه وصلت قدام القضاء مرتضى منصور هو اللي رافعها على الخطيب بقى، مش الخطيب اللي رافعها على مرتضى منصور؟ لا خليني اقول لحضرتك، كويس ان حضرتك سالتني السؤال ده عشان يبقى انا بعرف اسال، انا يعني لو فيا ميزه بعرف اسال. طبعا. ده سؤال مهم وانا هجاوب حضرتك عليه. في فرق بين جرائم ارتكبت لمده 4 سنين العالم كله شافها وسمعها وكانت بالساعات، وفي فرق بين شخص التزم الصمت واحترم مكانه ومكانته ولم يرد ورد بالقانون. وفي فرق بين البلاغات الحقيقيه اللي فيها ادله بنقدمها في المحكمه، وبين البلاغات الوهميه او البلاغات الضعيفه او البلاغات الواهيه او البلاغات اللي هي تعتبر كلام فاضي. ارمي يا ابني ورقه في المحكمه وحط فيها اسم فلان. ال 50 60 بلاغ اللي بيقول عليهم مرتضى انه قدمهم ضد الكابتن محمود الخطيب، بيعمل ايه؟ يجيب واحد يوتيوبر شتمه ويقوم حاطط يقول لك ان فلان هو اللي حرضه.
طبعا النيابه يا سلام. هذه طب ودي هتتثبت ازاي يعني؟ كنا كلنا قدرنا نخلص حياتنا. ما هي القصه كده. ال 100 بلاغ اللي مقدمه مرتضى، وخلي بال حضرتك تقريبا مرتضى مقدم بتاع 500 بلاغ ضد اداره الاهلي. لا لا لا، دي واحده. 500 ده مبالغه ولا 500 ده لا رقم؟ والله العظيم، والله العظيم اكتر من 500 بلاغ. مرتضى منصور مقدم 500 بلاغ في الاهلي ولم يعني ينجح اي بلاغ منهم ان هو ولا يقرب. ينجح اي بلاغ، لانها كلها طبعا ادعاءات ملهاش اساس. انما طبعا مدرسه ارهاب الخصوم ان اعمل فيه 50 شكوى واطلع ازيط، فيبقى انا عملت لك الارهاب نفسي، فتعالى نتصالح. انما عمليا مفيش واقعه حقيقيه من اللي اثرها مرتضى في كل شكاياته ثبت صحتها، وبالتالي كل بلاغات مرتضى اتحفظت. المره دي بجد الاستاذ محمد عثمان المحامي بالنقد والمستشار القانوني النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. وبعد ما سمعنا يا جماعة عمرو أديب مع المحامي النادي الأهلي سمير عثمان عن أسباب قضايا اللي رافعها أسامة حسني على ميدو، وأسباب حبس مرتضى منصور، إن ساعات كتير بيقول لك أنا الخطيب ما حبسنيش، والقضايا الوهمية اللي بيقدمها مرتضى منصور في الخطيب، حوالي 500 قضية بسبب ان يوتيوبر بيطلع يشتم في مرتضى منصور مثلا، فبيقدم قضيه ان الخطيب هو بيحرضه، وده طبعا ما بيحصلش، فعشان كده القضايا ما بتتفتحش اساسا. فاهمني ازاي؟ عشان هو على طول بيطلع يقول لك انا بقدم فيك يا خطيب قضايا ومحدش بيحاسب، عشان الخطيب مسنود، ولا مسنود ولا حاجه. هم شايفين بس فين الحق وفين الباطل، والحق حق والباطل باطل. وما تنسوش معانا الاشتراك واللايك يا جماعه. سلام.